ما دام انت دخلت على الفيديو ده يبقى انت شخص مهتم بتقديم المحتوى او بتفكر فيه على الاقل. في ناس اول ما تسمع كلمة محتوى اونلاين بيجي في بالها على طول المحتوى المرئي، الفيديوهات والشورتس. بس المحتوى ليه اشكال كتير، مرئي ومسموع زي البودكاست، ومكتوب زي المقالات وغيره. دي مقدمة بسيطة عشان نفهم ايه هو المحتوى عامة. طب انا ليه اقدم محتوى وايه الفايدة ليا؟ عشان نعرف الاجابة على السؤال ده تعال احكي لك على قصة محمد. محمد كان طالب بسيط بيقضي معظم وقته في الدراسة، وكان عنده شغف كبير إنه يلاقي طريقة يحقق بيها دخل إضافي ويطور من نفسه. في يوم شاف فيديو بيتكلم عن أهمية المحتوى زي الفيديو اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي، وبدأ يفكر ليه ما أكونش أنا زي الناس اللي بتقدم محتوى وممكن أستفيد منه وأفيد الناس برضه. محمد قرر يبدأ بأبسط حاجة عنده، وهي مشاركة تجاربه الشخصية وخبراته المحدودة. عمل حساب على منصة مجانية وكتب عن خبراته البسيطة وإزاي بينظم وقته بين الدراسة وبقية مهام اليوم وأهم الأدوات اللي بتساعده. مع الوقت الناس بدأت تتابعه عشان أسلوبه البسيط والمفيد. بدأ يلاحظ إن المحتوى اللي بيقدمه مش بيفيده ماديا في الأول، وهقولك ليه بعدين، لكنه ساعده يبني شبكة علاقات، بقى يتواصل مع ناس عندهم نفس الاهتمام. كان له يتعلم أكتر لأنه كان لازم يطور مهاراته عشان يقدم محتوى أفضل. زاد ثقته بنفسه لأنه شاف تأثير كلامه على الناس. الطريف إن محمد ما كانش بيبدأ بهدف كبير، لكنه اكتشف إن المحتوى اللي بيقدمه ممكن يكون نقطة تحول في حياته. وزي أي قصة بيبقى فيها مشكلة وحلها، المشاكل اللي واجهت محمد في الأول كانت قلة المشاهدات والتفاعل، تفكير كتير في رأي الناس، الأدوات والميزانية. وبالمناسبة بقى، محمد اللي في القصة بتاعتنا ده أنا، مش شخص من وحي الخيال، وأنا اللي واجهتني المشاكل دي وجاي من المستقبل أقول لكم أنا حليتها إزاي. أول مشكلة هي قلة التفاعل والمشاهدات، بس بعد كده اكتشفت إنها مش مشكلة أصلا، لأن أنت مش محتاج المشاهدات أوي في الأول، أنت محتاج متابعين. هتقولي إزاي ده المشاهدات اللي بتجيب فلوس؟ هقولك أنت كده فاهم تقديم محتوى غلط. ممكن أنت بتقدمه عشان تزود دخلك، بس الطريقة دي هتكون صعبة في الأول، لأن صدقني دخل اليوتيوب مثلا كمنصة بتقدم عليها محتوى على المشاهدات مش بتكون بالجمدان اللي أنت متوقعه في الأول. الحل إنك بتقدم محتوى مجاني وبتفيد الناس، وعندك حاجة تانية بتقدمها بشكل معمق ومدفوع للي حابين يستفادوا منك، زي مثلا اللي بعمله عندي في قناتي على التليجرام. وبالمناسبة دي اللي أنا بدأت منها، بتكلم عن إزاي تطور نفسك في جميع جوانب الحياة وتزود دخلك وكده. وفي بعض الخدمات بقدمها بشكل مدفوع زي الاستشارات، وبعض خدمات تحسين المحتوى على موقعي اللي أنا عامله. فبالتالي اللي عاجبه الشيء المجاني اللي أنا بقدمه وواثق فيا هيحب إنه يشتري الخدمة المدفوعة ببساطة. فكده محمد عرف إن زيادة المتابعين بيساوي زيادة انتباه الناس ليا، فزيادة الانتباه بيترجم لفلوس. تاني مشكلة، تفكيره كتير في رأي الناس وحتى أهله. محمد كان بيفكر الناس هيبصولي إزاي، ومش ده الواد اللي بيطلع على اليوتيوب والكلام ده. بس محمد في الوقت ده جرب يعمل زوم أوت للموقف ويشوف إنه لو ما بدأش هيكون تأثيره إيه، ولو بدأ هيكون تأثيره إيه. لقى إنه أفيد له إنه يبدأ، وده هيغير حياته للأفضل حتى ولو 1%. وإنه مفيش حد مهتم الاهتمام اللي في دماغه. مثلا في الجيم انت بتبقى مفكر ان الشخص ده باصص لك، وهو بيبقى مفكر انك باصص له، وفي الاخر محدش فيكم بيتمرن كويس لسبب انكم الاتنين مشغولين ببعض مش بالتمرين. فمحمد بدأ وتجنب خالص التفكير في الموضوع ده وتوكل على الله. تالت مشكلة واجهته هي الميزانية والأدوات. محمد اللي هو أنا كنت ماشي بمبدأ all or nothing، اللي هو لو الحاجة مش بيرفكت مش هعملها. بس اكتشفت إني بضيع نفسي كده وبضيع وقتي. فيبدأ باللي عندك وما تستناش إن يكون الوضع مناسب. أنا أصلا بسجل الفيديو ده بمايك التليفون عشان لو استنيت الظروف المناسبة مش هتبدأ صدقني. وبكده بطل القصة محمد اللي هو أنا برضه بقى معاه في شنطته دوافع بدءه في تقديم المحتوى وحله للمشكلات اللي كان بيواجهها. ومع الحاجات دول بقى في مقدرته إنه يبدأ بكل نجاح إن شاء الله. ولو حابب تستفيد أكتر تقدر تدخل معانا على قناة برو مايند، عليها حاجات مفيدة فوق ما أنت تتخيل. والسلام عليكم.